قصتنا النهاردة بتبدأ في مدينة لوس أنجلوس، وبنشوف في نص الليل عربية نقل ماشية على الطريق. العربية دي مش مجرد عربية عادية، دي العربية اللي بيتم فيها تحميل ملايين الدولارات وتوصيلها للبنك. وجوه العربية دي في 2 حراس قاعدين قدام و2 كمان قاعدين ورا. وفجأة وبدون أي مقدمات العربية دي بتقف قدام محل دوناتس، وده لأن الحراس حسوا بالجوع، وعلشان كده في 2 من الحراس بيسيبوا العربية وبينزلوا يدخلوا المحل يشتروا أكل. وفي الوقت ده في 2 حراس بيفضلوا قاعدين جوه العربية يأمنوها ويحافظوا على سلامتها. وفجأة بتظهر في المكان عربية لونها أسود وبينزل منها 4 أشخاص، ال4 مغطين وشوشهم بماسك علشان ملامحهم ما تبانش. أول ما الحراس بيخرجوا بالأكل من المحل، الحرامية الملثمين بيثبتوهم وبيرفعوا عليهم السلاح فورا. وفي اللحظة دي واحد من الحراس اللي قاعدين جوه العربية بيشوف اللي بيحصل، وبسرعة البرق بيبلغ الشرطة وبيدي خبر باللي بيحصل. وفي حرامي ملثم بيقرب من العربية وبيهدد الحارس اللي جوه وبيأمره إنه ينزل منها، بس لما الحارس بيرفض ينزل الحرامي بيعمل خرم في ازاز العربيه وبيعدي حبل من الخرم ده وبيربطه في عربيه تانية وبيشد الازاز كله لبره لحد ما بيتخلع. والحارس بيحاول يهرب ويجري، بس الحرامي بيضربه بالنار وبيموت في مكانه. وصوت ضرب النار بيخلي الشرطه توصل للمكان بسرعه جدا، وبتبدا معركه وتبادل ضرب نار بين الحراميه وقوات الشرطه. وبعد فتره من الاشتباك الحراميه بيقدروا يخلصوا على كل عساكر وضباط الشرطه اللي موجودين. ومن طريقه ضربهم ومهاراتهم في السلاح بنفهم ان دول مش حراميه عاديه، ودول في الاصل جنود سابقين في الجيش الامريكي. وفي الوقت ده زميلهم الخامس بيكلمهم في التليفون وبيديلهم خبر وبيقول لهم اهربوا من هنا بسرعه لان في قوات شرطه تانية جايه في الطريق. واول ما بيسمعوا الخبر ده بيسرقوا العربيه وبيهربوا فورا من المكان، بس قبل ما يمشوا بيزرعوا قنبله وبيفجروها في المكان. وبيعملوا كده علشان يمسحوا اي دليل او اي بصمه ممكن توصل الشرطه ليهم. وبعد وقت قصير بيوصلوا للمخبأ بتاعهم وبيدخلوا يغيروا هدومهم. وروي قائد الفريق بيبقى غضبان جدا من الكل وشايط من كتر النرفزه، وده لان خطته كانت انهم يسرقوا العربيه بهدوء ومن غير ما يلمسوا اي حد. ولكن اللي حصل انهم قتلوا ضباط شرطه، وده معناه ان البوليس هيقلب الدنيا عليهم. وهنا بنكتشف المفاجاه ان العربيه اللي سرقوها كانت فاضيه تماما ومفيش فيها ولا مليم. والحراميه كانوا عارفين المعلومه دي من الاول، لان سرقه العربيه دي مجرد خطوه لعمليه سرقه تانية كبيره جدا بيخططوا ليها. وواحد من الفريق اسمه توني بيكلم القائد روي وبيقترح عليه اقتراح وبيقول له لازم نبعت حد للمكان اللي سرقنا منه العربيه ونعرف الشرطه بتخطط لايه. وبالفعل روي بيقتنع بكلام توني وبيبعت واحد من رجالته اسمه باسكو يراقب المكان. وروي بيكون مهتم جدا بكلام توني وبياخده على محمل الجد، وده لان توني شخص ذكي جدا وعقله يوزن بلد، ده غير انه سواق محترف ومفيش زيه في السواقه. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف المحقق نيك ده ضابط شرطه دبش شويه وشخصيته قويه جدا ومش بيطيق الحراميه خالص، ولما بيمسك خيط ورا حرامي مش بيسيبه الا هو جايبه من قفاه. بعد كده بنشوفه هو داخل لبيته من الشباك في نص الليل، واول ما بيدخل بيروح على التلاجة وبيطلع اكل ياكله. وفي الوقت ده مراته بتظهر وبنعرف ان علاقتهم ببعض مش كويسه وفي مشاكل بينهم. وفجاه نيك بيغلط غلطه بتخلي مراته تولع من الغضب، وكان بيبعت رساله لوحده بس بيبعتها لمراته بالغلط. ومراته بتشوف الرساله وبتتضايق وبتاخد عيالها وبتسيب البيت وبتمشي. ونيك بيحاول يوقفها ويصالحها ولكنها مش بيفرق معاها اي حاجه وبتمشي. ونيك بيقعد على الكنبه وهو متضايق. وفي اللحظه دي بقى بيجيله تليفون وبيعرف منه عن عمليه السرقه اللي حصلت بالليل، وبيروح فورا لمكان الحادثه، المكان اللي الحراميه قتلوا فيه الضباط وسرقوا منهم العربيه. ونيك بيبدا يفحص كل فتفوته وكل تفصيله في المكان بدقه مرعبه وبيسال هي العربيه كان فيها ايه. فالضابط بيقول له انها كانت فاضيه تماما. وساعتها نيك بيستغرب وبيفكر ليه حد ممكن يخاطر بحياته ويقتل البوليس علشان عربيه فاضيه، ولكن بخبرته بيبدا يحس ان في مصيبه كبيره قوي بتتحضر في السر. وبيسال لو كانوا لقوا اي بصمات، والضباط بيقولوا انهم كانوا محترفين وفجروا المكان وما سابوش اي اثر. ونيك مش بيلاقي قدامه حل غير انه يطلب كل تسجيلات كاميرات المراقبه في المنطقه. وعلى الناحيه التانيه بنشوف باسكو واقف بعيد بيراقب نيك ورجالته. باسكو بيصور نيك والفريق بتاعه صور كتيره قوي وبيبعتها فورا للقائد روي. وروي بيشوف الصور وبيعرف ان المحقق نيك هو اللي ماسك القضيه. وبيبدا روي يعمل بحث عن تاريخ نيك وبيعرف انه ضابط صايع ومجنون شويتين، وزمايله بيلقبوه بالضابط البلطجي، وده لانه مش بيسمع كلام الحكومه وبيمشي بدماغه. روي بيفهم ان الشخص اللي وراهم ده خطر جدا، وبنعرف ان نيك بدا فعلا يشتغل على القضيه بكل طاقته مع فريقه وبيطلب تقارير عن كل السرقات اللي حصلت في لوس انجلوس الفتره اللي فاتت. فواحد من فريقه بيقول له ان في سرقات كتير حصلت في اخر 3 شهور، بس الغريب ان السرقات دي كانت معموله بذكاء لدرجه ان مفيش بصمه واحده اتلقت. وبكده نيك بيفهم انهم قدام عصابه تقيله، وطريقه تعاملهم مع البوليس بتقول انهم عساكر سابقين. وبيطلب من فريقه قائمه بكل اسماء الناس اللي كانوا في الجيش ودخلوا السجن قبل كده. وبعد بحث وتدوير بيوصلوا لاسم واحد اسمه روي ده كان شغال في الجيش الامريكي
عليه، وبعدين دخل السجن في قضية قتل. ودلوقتي روي خرج من السجن وبقى حر طليق. نيك بيسأل عن التاريخ اللي روي خرج فيه من السجن بالظبط، وأول ما الضابط بيطلع التاريخ بيتفاجئوا جدا، لأن من اليوم اللي روي خرج فيه من السجن السرقات بدأت تزيد في لوس أنجلوس. وهنا نيك بيتأكد بنسبة 100% إن روي هو العقل المدبر لكل ده ومعاه فريق. وبيعرفوا كمان إن روي ليه علاقة قوية بواحد اسمه توني، وتوني ده شغال بارتندر في بار، وروي بيروح يقابله هناك كتير. أول ما نيك بيعرف المعلومة دي بياخد بعضه وبيروح فورا للبار اللي توني شغال فيه. ونيك بيشوف توني وبيتعامل معاه جوه البار بكل هدوء وبطريقة طبيعية جدا، ومش بيحسسه خالص إنه ضابط شرطة أو محقق بيدور وراه. بالعكس نيك بيقعد يدردش مع توني في كلام فاضي وحكايات من هنا وهناك. بس أول ما وردية توني في البار بتخلص وبيركب عربيته علشان يروح، نيك بيظهر فجأة وبيديله بوكس جامد في وشه وبيخليه يغمى عليه في مكانه. وبعد فترة توني بيبدأ يفتح عينيه وبيلاقي نفسه في مكان غريب ما يعرفوش، وتوني ما بيبقاش فاهم ايه اللي حصل ولا هو وصل للمكان ده ازاي. واول ما بيخرج من الأوضة بيشوف نيك وفريقه قاعدين وبيرقصوا مع بنات، ونيك بيشوف توني وبيأمره يقعد على الكرسي ويبدأ التحقيق معاه، وبيسأله ايه هدفكم من السرقة وانت شغال لحساب مين بالظبط. توني بيسمع الكلام ده وبيضحك بكل سخرية وبيقول لنيك انت اكيد خطفت الشخص الغلط، انا مجرد راجل غلبان وشريف شغال في البار وماليش في الكلام ده خالص. ولما نيك بيسمع كده بيطلع له صورة بيظهر فيها توني وهو واقف مع روي، وبيسأله بلهجة حادة كنت بتعمل ايه مع الشخص ده اللي في الصورة. توني اول ما بيشوف الصورة بيفهم ان امره اتكشف والشرطة عرفت الحقيقة، بس توني برضه بيكابر وبيرفض انه يعترف وبيقول لهم ده مش انا، ده واحد تاني شبهي. وزميل نيك بيبص لتوني وبيقول له انت فاضلك خطوة واحدة على الموت ولسه بتكذب لغاية دلوقتي، قول لنا على الحقيقة احسن لك بدل ما تروح فيها. بس توني بيفضل مصمم على رأيه وبيرفض يقول اي كلمة مفيدة. وهنا نيك بيفقد اعصابه وبتسيطر عليه نوبة غضب وبيطرد كل البنات اللي كانوا موجودين بره. ونيك بيقرب من توني وهو ماسكه من رقبته وبيهدده بلهجة مرعبة جدا وبيقول له انت لو فاكر اننا هنرميك في السجن تبقى غلطان، احنا هنفضل نعذب فيك لحد ما تنطق وتقول الحقيقة. وتوني في اللحظة دي بيفهم ان الناس دي مش هتحل عنه ابدا ولا هيسيبوه يخرج من هنا الا وهو قايل كل اللي عنده. وعلشان كده توني بيبدأ يتكلم وبيحكي كل حاجة وبيقول لنيك انه حقيقي ما يعرفش تفاصيل كتير عن الخطط الكبيرة، والكلام اللي قاله انه حتى مش بيعرف يمسك مسدس ولا يضرب نار، وانه مجرد سواق معاهم في العمليات وبس. وبيحكي ان مهمته الوحيدة انه يسوق العربية وقت السرقة ويهرب بيهم اول ما يخلصوا. ونيك بيسأله انت عرفت الناس دول منين وقابلتهم ازاي اول مرة. فتوني بيرد عليه وبيحكي ان البار اللي هو شغال فيه كل الزباين عارفين انه سواق عفريت وشاطر جدا، وفي يوم من الايام واحد زميله في الشغل هو اللي عرفه على بوسكو، وبوسكو ده هو اللي اخده ووداه لروي. والكلام اللي بوسكو قاله لروي ان توني ده سواق ملوش اي حل وهينفعنا جدا في شغلنا الجاي. وروي في الاول ما كانش واثق في كلام بوسكو ولا كان مقتنع بمهارة توني في السواقة خالص. ولما روي ركب مع توني العربية علشان يختبره وشاف سواقته بعينه انبهر جدا بمهارته وقرر انه يضمه للفريق فورا. وتوني بيكمل حكايته وبيقول ان اول عملية عملها معاهم كانت سرقة بنك، وبعد ما خلصوا توني اخذ نصيبه من الفلوس، ومن وقتها والحال ماشي كده بالظبط. والنظام انه بيروح يسرق معاهم البنك وبياخد العمولة بتاعته وبيمشي على طول. وتوني بيأكد لنيك انه ما يعرفش اي حاجة تانية لانه بيفضل واقف بالعربية بره البنك مستنيهم يخلصوا علشان يهرب بيهم. ونيك بيسأله بحد والعملية الجاية هتكون فين وامتى بالظبط، وتوني بيحلف له انه حقيقي ما يعرفش اي حاجة، وده لانهم بيتعاملوا معاه وكأنه مجرد سواق ومش بيحكوا قدامه عن اي خطط. واللي بيحصل انهم بيبلغوه بمكان العملية قبلها بيوم واحد بس، وبعد ما بيخلصوا بيدوا له فلوس وبيقولوا له توكل على الله. ونيك بعد ما بيسمع كل الكلام ده بيبص لتوني وبيقول له خلاص انت دلوقتي تقدر تمشي، ولكن بشرط واحد وهو ان توني من النهارده لازم يشتغل لحسابنا ويكون هو العين بتاعتنا جوه العصابة، وكل معلومة صغيرة او كبيرة يعرفها عن روي ورجالته لازم يبلغ بيها نيك وفريقه فورا بدون اي تأخير. وعلشان كده نيك بيقرر يسيبه يخرج وما يدخلش السجن مرة تانية. وتوني بياخد بعضه وبيمشي من المكان وهو قلقان. والحقيقة ان نيك دلوقتي بقى معاه كل المعلومات والتفاصيل عن العصابة وعارفهم بالاسم واحد واحد. والمشكلة الكبيرة اللي بتقابل نيك ان ما عندوش ولا دليل واحد مادي يقدر يقبض بيه عليهم دلوقتي. وعلشان كده نيك وفريقه بيقرروا انهم يستنوا ويراقبوا بصمت لحد ما يغلطوا. وبعدها بنشوف روي وهو واخد فريقه في العربية ورايحين قدام اكبر بنك في لوس انجلوس، وروي بياخد فريقه لمبنى قريب وبيشاور لهم على البنك وبيقول لهم ان ده اكبر بنك فيدرالي، وبيقول لهم ان البنك ده محدش عارف يسرقه قبل كده ولكن هو ده بقى هدفنا الجاي. وبيأكد لهم ان البنك اتعمل عليه 57 محاولة سرقة وكلها فشلت والحرامية ماتوا. وبيشرح لهم ان الامن هناك مرعب جدا لدرجة ان لو حد بص للبنك اكتر من دقيقتين الحراس بيقبضوا عليه. وروي بيقول لهم ان السرقة منه صعبة جدا ولكن مش مستحيلة. وبعدها بيرجعوا المقر بتاعهم وروي بيبدأ
بيشرح لأصحابه الخطة بالتفصيل، وبيقول لهم إن البنك ده بيدخل له كل يوم كاش من 500 ل 700 مليون دولار، وبيعرفهم إن المشكلة الكبيرة إن كل ورقة دولار ليها سيريال نمبر متسجل على الكمبيوتر، ولو حد سرق الفلوس دي وصرفها في أي حتة هيتمسك في دقيقتين بس بسبب السيريال نمبر. فأصحاب روي بيستغربوا وبيسألوه طب إحنا نعرف نسرق الفلوس دي إزاي؟ وروي بيفهمهم إن البنوك التانية بتبعت الفلوس القديمة والمتقطعة للبنك ده علشان تتفرم، والمكن في البنك ده بيفصل الفلوس القديمة وبيمسح السيريال نمبر بتاعها من الكمبيوتر للأبد، والفلوس دي بتتحول لزبالة وما بيبقاش ليها أي سجل رسمي ولا حد يقدر يتتبعها. وروي بيقول لهم إنهم بيفرموا حوالي 30 مليون دولار يوميا، وهدفنا إننا نسرقهم قبل ما يتفرموا، وبالطريقة دي لو صرفوا الفلوس في أي مكان محدش هيعرف يوصل لهم، وده لأن السيريال نمبر اتمسح خلاص. والفريق بيبدأ يفكر ويسألوه طب إحنا هندخل جوه البنك ده إزاي أساسا؟ فروي بيقول لهم إنهم هيستخدموا عربية البنك اللي سرقوها ويلبسوا لبس الحراس ويدخلوا من الباب الوراني، وبيأكد لهم إن الأمن ورا ضعيف والحراس بيبصوا على السواق والعربية بس مش أكتر. وقبل ما يبدأوا العملية كان لازم يبعتوا حد جوه البنك يقص النبض ويعرف التفاصيل كلها، وتوني بيروح يشتغل ديليفري في مطعم قريب من البنك علشان يقدر يدخل جوه. وأول ما الست بتطلب أوردر أكل من جوه البنك توني بياخد شنطتين بدل واحدة وبيدخل بيهم، وبيعدي من تفتيش الأمن وبياخد كارت دخول مؤقت علشان يقدر يتحرك في أي وقت، وبيسلم الأكل للموظفة جوه البنك بكل هدوء. وبعد ما بيخلص بيدخل الحمام وبيطلع الطرد التاني اللي كان مخبيه وبيحط الطرد ده فوق سقف الحمام المستعار علشان محدش يشوفه، وبيطلع بره. وأول ما بيخرج رجالة نيك بيكونوا مراقبينه وشايفين كل خطوة بيعملها، ونيك لما بيعرف إن توني دخل البنك الفيدرالي بيقلق جدا ومش بيصدق، وبيقول لرجالته إنه مستحيل يفكروا يسرقوا البنك ده لأن الموضوع انتحار. بس في نفس الوقت ده نيك عارف إن روي وفريقه مجانين وممكن يعملوا أي حاجة. وبالليل روي وفريقه قاعدين في مطعم بيتعشوا مع عائلتهم في أمان الله، وفجأة نيك بيدخل المطعم وبيروح لترابيزتهم بكل برود ورزالة. وتوني أول ما بيشوف نيك بيترعب وبيخاف إن سره يتكشف قدام روي، ونيك بيروح لتوني وبيقول له قدام الكل أنا عارفك، إحنا اتقابلنا في الجيم قبل كده. والخطة بتاعت نيك كانت إن يوقع الفريق في بعض ويخليهم يشكوا في توني. وبعد العشاء روي بياخد توني للمقر وهو شايط من الغضب وعايز يصفي حساباته، وروي بيرفع السلاح على توني وبيسأله تعرف الضابط ده منين؟ هو أنت بقيت جاسوس لحسابهم ولا إيه؟ وتوني بيبدأ يحكي الحقيقة وبيقول لهم إنهم قبضوا عليه وحاولوا يوقعوه في الكلام، وبيحلف لروي إنه ما قالش أي حاجة عن الخطة وأوهمهم بس إنه مجرد سواق غلبان. وروي بيقرر يلعب لعبة أخطر وبيطلب من توني يروح يبلغ نيك بميعاد السرقة، وبيقول له روح قول لهم إننا هنسرق يوم الجمعة الجاية وإن مفيش أي حاجة هتغير قرارنا. وتوني بيتصدم وبيقول لروي إن ده غباء وإنهم كده هيتمسكوا 100%. روي بيبص لتوني وبيأكد عليه يثق فيه وينفذ اللي قاله بالحرف، وتوني بيضطر يروح لنيك وهو مش راضي عن اللي بيعمله. وأول ما بيوصل بيبدأ توني يزعق في نيك ويتهمه إنه كان هيتسبب في موته، وده لأن الفريق شك فيه وكانوا هيخلصوا عليه إنهم ناويين ينفذوا عمليتهم يوم الجمعة الجاي ومحدش هيقدر يمنعهم. ونيك بيسأل بلهفة على مكان السرقة ولكن توني بيجاوبه إنه ما يعرفش، وده لأنهم مش بيثقوا فيه يعني للدرجة دي، ولكن هيبلغوا أول ما يعرف. وتوني بيمشي ونيك بيبدأ يدور ورا راي وبيعرف إنه على علاقة بنت شغالة في ملهى ليلي، فبيقرر يروح هناك علشان يوقعها في الكلام. ونيك بيسحب البنت الأوضة تانية وبيضغط عليها لحد ما بتعترف له إن البنك اللي هيتسرق هو بنك بيكو ريفيرا. ونيك بيفرح جدا بالمعلومة دي وهو مش فاهم إن روي هو اللي مرتب لكل ده وهو اللي خلى حبيبته تبلغ نيك باسم البنك ده بالذات. وروي بيظهر فجأة في المكان وبيقابل نيك وجها لوجه، والاتنين بيبصوا لبعض بتحدي وكل واحد بيمشي في طريقه وكأن مفيش أي حاجة حصلت. بعد كده بيجي يوم التنفيذ والتوتر بيكون في أعلى درجاته عند الكل لأنهم عارفين إن النهاردة يوم مصيري، وفريق روي بيقتحموا بنك بيكو ريفيرا وبيدخلوا بكل قوتهم، وفي ثواني بيسيطروا على المكان وبياخدوا الرهاين كلهم. وروي بيمسك مدير البنك وبيجبره يتصل بالشرطة وبيمليه شروطهم وهي طيارة هليكوبتر وفلوس وإن مفيش أي عسكري يظهر بره، وبيهدد إن لو الطلبات ما تنفذتش هيبدأ يقتل الرهاين واحد ورا التاني. في الوقت اللي نيك ورجالته محاصرين المكان من بره وبتحصل مشادة بين نيك والشرطة المحلية اللي وصلت فجأة، ونيك بيطردهم وبيأكد إن دي قضيته وهو اللي هيقفل الملف ده. وروي بيراقب اللي بيحصل من الشباك، ولما بيشوف حشد الشرطة بيزيد بيتحول لكتلة غضب، وروي بيدي أمر لواحد من رجالته والراجل ده بياخد بنت من الرهاين لأوضة تانية وبيضرب نار، وساعتها الكل بيفتكر إنه قتلها، وصوت الرصاص بيخلي الشرطة بره تتأهل، والمدير بيكلمهم وهو منهار وبيترجاهم يجهزوا الهليكوبتر وال10 مليون دولار في أسرع وقت ممكن. والمدير بيقول للشرطة إن التأخير ضيع حياة أول بنت ولو الفلوس ما جاتش حالا الكل هيموت وراها. والشرطة بتحاول تهدي المدير وبتقول له إنهم بيجهزوا كل الطلبات وهيوصلوها فورا. وفي الوقت ده بنشوف معك الهاكر بتاع العصابة اللي بيكون مسيطر
مسيطر بالكامل على خطوط تليفونات البنك الفيدرالي ومراقب كل اللي بيدور هناك. بعد كده ماك بيدي إشارة لروي ورجالته في بنك بيكو ريفيرا إن الوقت خلاص جه وإن الشاحنة اللي بتنقل الفلوس للفيدرالي هتتحرك. وبالفعل العصابة بتسحب المدير للخزنة وبيجبروه إنه يفتحها، وبياخدوا كل الكاش اللي فيها وبيحملوه في الشاحنة بتاعتهم. وبعد ما بيخلصوا تحميل بيفجروا قنبلة ضخمة جوه المكان، والشرطة بره بتسمع الانفجار وبيفتكروا إنهم بيفجروا الخزنة علشان يخلصوا. ولكن الضابط نيك بيحس إن في حاجة غلط وعينه تيجي على فتحة الصرف الصحي، وبيفهم إن الانفجار ده كان علشان يفتحوا طريق هروب تحت الأرض. ونيك بيقرر يقتحم البنك فورا، وهناك بيتصدم لما بيلاقي الرهاين كلهم سلام ومفيش بنت اتقتلت ولا حاجة، وإن ضرب النار ده مجرد تمثيلية. فبيدخلوا لأوضة الخزنة وبيلاقوا حفرة كبيرة في الأرض بتوصل لمواسير الصرف الصحي، وبيعرفوا إن العصابة هربت من تحت الأرض. وعلى الناحية التانية بنشوف روي وواحد من رجالته لابسين لبس حراس أمن وراكبين شاحنة البنك، ودي نفس الشاحنة اللي سرقوها في أول القصة. وروي وفريقه غيروا لون وتصميم الشاحنة بالكامل علشان تبان وكأنها عربية رسمية وتابعة للبنك ومحدش يشك فيهم. والشاحنة دي دلوقتي محملة بكل الفلوس اللي سرقوها من بنك بيكو ريفيرا وماشيين بيها في طريقهم لأكبر بنك فيدرالي في لوس أنجلوس. والهاكر ماك بيكمل لعبته وبيرفع السماعة وبيكلم أمن البنك الفيدرالي وبينتحل شخصية رسمية وبيقول لهم إن في شاحنة فلوس هتوصل عندهم خلال دقايق. وهنا بنعرف الحقيقة الكاملة واللعبة الذكية اللي روي مخطط لها من البداية. الفلوس اللي سرقوها من بنك بيكو ريفيرا وحملوها في الشاحنة مش هي أصلا الفلوس اللي عايزين يهربوا بيها، وروي عارف إن الفلوس دي جديدة وليها سيريال نمبر متسجل ولو صرفوها هيتمسكوا فورا. والخطة إنهم يدخلوا الفلوس الجديدة دي جوه البنك الفيدرالي ويبدلوها بالفلوس القديمة والمقطوعة اللي خلاص السيريال نمبر بتاعها اتمسح من الكمبيوتر. وبالفعل الشاحنة بتوصل للباب الخلفي للبنك الفيدرالي والحارس بيوقفهم علشان يتأكد من هويتهم، وروي وفريقه بيطلعوا كارنيهات مضروبة ولكنها احترافية جدا، والحارس ما بيشكش فيهم للحظة واحدة وبيفتح البوابات وبيدخلهم، خصوصا إن جاله مكالمة قبلها من ماك الهاكر بتأكد وصول الشاحنة في الميعاد ده. وأول ما بيدخلوا بيطلعوا صندوقين كبار مليانين فلوس بيكو ريفيرا وبينقلوها لمكان العد والفرز. والمفاجأة إن توني كان مستخبي جوه واحد من الصناديق دي علشان يدخل قلب البنك من غير ما أي حد يحس. وواحد من حراس الفيدرالي بيقول لهم إن العد هياخد وقت وبيطلب منهم يستنوا بره القسم لحد ما يخلصوا. والحارس بياخد الصناديق وبيدخلها أوضة العد، وتوني جوه الصندوق مستني ساعة الصفر. وروي بيكلم زميله باسكو اللي كان مستخبي في الأدوار اللي تحت وبيديله أمر بقطع الكهرباء عن البنك كله. وبالفعل باسكو بيفصل الكهرباء وكل الموظفين اللي شغال في العد بيضطروا يسيبوا الأوضة ويطلعوا يستنوا النور يرجع. وتوني دلوقتي بقى لوحده تماما جوه الأوضة، فبيشغل جهاز بيطلع نبضات ضوئية بتخلي الكاميرات تزغلل وما تبينش ملامحه، وبيخرج من الصندوق بسرعة وبيبدأ يلم الفلوس القديمة اللي اتعدد وجاهزة للفرم في شنط كبيرة. والفلوس دي هي بقى الكنز الحقيقي لأنها خلاص ممسوحة من السجلات ومحدش يقدر يتتبعها في أي مكان في العالم. وتوني بيتحرك بسرعة البرق جوه أوضة العد وبيبدأ يعبي شنط كتير بالفلوس اللي السيريال نمبر بتاعها اتمسح وكانت خلاص هتتفرم، وبيرمي الشنط دي في صناديق الزبالة اللي جوه الأوضة علشان عارف إن عربية الزبالة هتيجي تاخد الصناديق دي وترميها بره البنك وهناك الفريق هيستلمها. وفي أوضة المراقبة الحراس بيبدأوا يشكوا إن في حاجة غلط، وده لأن كل الكاميرات عطلانة، فبيقرروا يروحوا اسم العد علشان يتأكدوا بنفسهم. وروي بيبلغ توني فورا عن طريق المايك اللاسلكي وبيقول له يرمي كل الشنط في صناديق الزبالة حالا لأن الحراس جايين عليه. وتوني بيتوتر جدا وبيسرع إيده أكتر، وبعد ما بيخلص رمي الفلوس بيفتح فتحة التهوية وبيدخل يستخبى فيها قبل ما الحراس يفتحوا الباب بلحظات. والحراس بيدخلوا بيعدوا الفلوس اللي جت من بنك بيكو ريفيرا وبيلاقوها كاملة ومظبوطة، فمش بيشكوا إن في أي حاجة اتسرقت. والخطة نجحت لأن توني سرق الفلوس اللي اتعدت فعلا وجاهزة للفرم، فما حدش بيلاحظ أي عجز في العقدة. والحراس بيقولوا لروي إن كل شيء تمام وممكن يمشوا، وبالفعل روي وصاحبه بيخرجوا، وفي نفس الوقت عامل النظافة بياخد صناديق الزبالة اللي فيها الفلوس وبيحملها في عربية الزبالة. وجوه البنك الموظفة اللي طلبت أكل قبل كده بتطلب تاني، ولكن المرة دي ماك الهاكر هو اللي بيرد عليها بعد ما هكر خطوط المطعم. وماك بيقول لها بكل برود إن الأكل هيوصل لها خلال 5 دقايق. وتوني بيمشي جوه فتحات التهوية لحد ما بيوصل للحمام وبينزل ياخد الطرد اللي حباه في السقف قبل كام يوم. وتوني بيروح للموظفة وبيسلمها الأكل وبيخرج من البنك بكل هدوء بكارنيه الدليفري من غير ما أي حد يوقفه. وبعد ما بيمشي الموظفة بتكلم الأمن وبتقول لهم إن الأكل ده قديم وبايظ ويا ريت يقبضوا على بتاع الدليفري، ولكن توني كان خلاص فص ملح وداب. وعربية الزبالة بتفرر الصناديق اللي فيها الفلوس، وروي وصاحبه ماشيين وراها بالشاحنة علشان يستلموا الكنز. وبتحصل لخبطة لما بتظهر عربية زبالة تانية شبهها بالظبط عند الإشارة، وسواقين العربيتين بيدوا إشارات لبعض وبيمشوا في طرق مختلفة، وروي ما بيقدرش يلقط رقم اللوحة وبيمشي ورا عربية منهم وهو
حظه. وفي الوقت ده رجالة نيك بيلمحوا توني في الشارع وبيقبضوا عليه، ونيك بيبدأ بيضربه بالرل لأنه عارف إن توني بيشتغله، وتوني بينهار وبيقول لنيك الحقيقة كلها وبيديله مكان روي اللي رايح يستلم فيه الفلوس. وروي بيوصل لمكب الزبالة وبيلاقي الشنط وبيحملها في شنطة العربية بسرعة من غير ما يفتحها يتأكد من اللي جواها. وماك بيكلم روي وبيصرح فيه إن توني اتمسك وبلغ عن مكانه ولازم يهرب حالا لأن البوليس جاي عليه. وروي بياخد رجالة وبيهرب بالعربية ولكنه بيتحشر في زحمة المرور، ونيك بيوصل وراه وبيحاصره، ونيك بيربط توني بالكلبشات في العربية وبتبدأ معركة ضرب نار عنيفة جدا بين روي والشرطة في وسط الزحمة. وبوسكو زميل روي بياخد طلقة في رقبته وبيموت، وروي بيتحول لوحش وبيقتل العسكري اللي ضرب بوسكو، والشرطة بتصفي باقي رجالة روي وهو بيضطر يهرب على رجله وسط الحاويات، ولكن نيك بيضرب عليه نار وبيصيبه، وروي بيستخبى ورا عربية وهو بينزف، ونيك بيطلب منه يسلم نفسه ولكن روي بيرفض وبيرفع سلاحه، فنيك بيخلصه بطلقات في صدره وبيموت. ونيك بيرجع لعربيته وبيلاقي توني فك الكلبشات وهرب، ولما بيفتح شنطة عربية روي بيتصدم إن الشنط مليانة زبالة وورق مش فلوس، ونيك بيستغرب جدا وبيقول لنفسه إزاي المجانين دول ضحوا بحياتهم علشان شوية زبالة. ورجالة ال FBI بيوصلوا للبنك وبيأكدوا إن مفيش ولا دولار ناقص وإن العصابة سرقت زبالة فعلا، وعلشان كده بيقرروا يقفلوا القضية. ونيك بيفضل يفكر في الموضوع ده، ولما بيبص في صور العصابة عينه بتيجي على صورة توني، فبيروح البار اللي توني كان شغال فيه، وصاحب المكان بيقول له إن توني ساب الشغل من يومين ومشي. وهو خارج نيك بيشوف صورة قديمة لتوني مع فريق الكورة وبيلاقي فيها مايكل هاكر وسواق عربية الزبالة اللي كان بيهرب الفلوس. ونيك بيكتشف إن البار اللي توني شغال فيه فاتح ظهره في البنك الفيدرالي بالظبط، وبكده بيفهم اللعبة الكبيرة، وتوني هو العقل المدبر لكل ده، وهو اللي سحب كل معلومات البنك من الموظفين وهم سكرانين في البار، وهو اللي اتفق كمان مع سواق الزبالة. وتوني ضحك على الكل حتى على روي وفريقه وسرق فلوس ملهاش سجلات ومحدش يقدر يثبت إنها اتسرقت أساسا. ونيك بيضحك بمرارة لأنه عارف الحقيقة ولكن معهوش دليل واحد حتى بس يمسك بيه توني. وفي المشهد الأخير بنشوف توني في لندن شغال بارتندر في بار جديد، والبار ده جنبه شركة كبيرة لتبادل الألماظ، وموظف من شركة الألماظ بيدخل عليه وتوني بيديله مشروب ببلاش وبيبدأ يدردش معاه بابتسامة، وكأن اللعبة بتبدأ من أول وجديد. ولحد هنا بتنتهي أحداث قصتنا النهاردة. استنوني بقى في فيديوهات وملخصات جديدة. سلام.